الشوارع ديال بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ رقيب مصطفى مدير المدرسه العليا للتكنولوجيا في قبل صالح. اليوم نحتفل بالفوج الرابع لخريجي المدرسه العليا للتكنولوجيا في قبل صالح، ونحن سعداء باستقبال الطلبه المتفوقين وكذلك اولياء امورهم الاباء والامهات. وبهذه المناسبه كنهني الطلبه والطالبات وكذلك اولياء امورهم بهذا النجاح المتميز للمدرسه العليا للتكنولوجيا. وكنهني كذلك الساده الاساتذه والاطر الاداريه للمدرسه العليا للتكنولوجيا على المجهود اللي بذلوا على اساس باش نوصلوا لهذه النتيجه المتميزه بالمدرسه العليا للتكنولوجيا. كما في علمكم المدرسه العليا للتكنولوجيا بدات في 2019 ب 59 طالب وطالبه بثلاثه تكوينات، وحاليا عندها تقريبا 15 تكوين في الاجازه المهنيه وكذلك في الدبلوم الجامعي التقني. والعدد المنتظر في الدخول الجامعي المقبل هو 1740 طالب وطالبه. ونحن جد سعداء بهذا الرقم القياسي اللي كيميز حاجه وحده، هو ان المدرسه العليا عندها تكوينات جد متميزه وكذلك اطر اداريه وتربويه اللي يستاهلوا زعما كل التنويه، لان هذا اختيار ديال الطلبه اللي عن طريق الوزاره الوصيه للمدرسه العليا للتكنولوجيا في قبل صالح فهو اختيار ماشي عباطي، هو اختيار التكوينات اللي كتمتاز بها المدرسه على الصعيد الوطني. والعدد اللي وصلنا ليه ديال 1750 طالب اللي غيكون في الدخول الجامعي المقبل، فالمدرسه رغم الفتوه ديالها فاصبحنا من بين الثلاثه ولا الاربعه الاوائل على الصعيد الوطني في المدارس. المدارس العليا للتكنولوجيا كاين حوالي 17 مدرسه، ولكن حنا وصلنا لهذا العدد بفضل كما قلت لكم التميز ديال التكوينات والاطر الاداريه والتربويه. وكنشكر كذلك جميع من ساهم من قريب او بعيد في الوصول لهذه النتيجه، واخص بالذكر السلطات العموميه في قبل صالح وعلى راسهم السيد العامل الاقليم في قبل صالح اللي كيواكب جميع الانشطه العلميه والرياديه والبيداغوجيه لهذه المؤسسه. وكنشكر بنفس المناسبه مدير المكتب الشريف للفوسفات على الشراكات اللي يعمل معنا، من بيناتها انشاء مركز القطب اللي غيعرف النور في الدخول الجامعي المقبل. يعني جميع الاجراءات دارت حاليا باش ان شاء الله في الدخول الجامعي المقبل يبدا هذا المركز، وهو فائده كبيره للمنطقه خاصه الناشئه ديال هذه المنطقه باش يتكونوا في الرقمنه والذكاء الاصطناعي، واللي غيعاونهم على باش يدخلوا لسوق الشغل. وبهذه المناسبه كنقدم عاوتاني مره اخرى جزيل الشكر للمكتب الشريف للفوسفات والسيد عامل اغريب في قبل صالح اللي عمل كثيرا على هذا المشروع باش يخرج للوجود. وكنشكر رئيس جامعه السلطان مولاي سليمان الاستاذ ابو معروف، لان منذ تعيينه صراحه كان كيعاوننا في جميع المشاريع اللي كنكونوا فيها هنا في المدرسه العليا للتكنولوجيا. وبهذه المناسبه راه احنا في الدخول الجامعي المقبل في المدرسه الجديده ديال المدرسه العليا للتكنولوجيا في قايم صالح، ابتداء من سبتمبر غتفتح الابواب ديالها هذه اللي هنايا في الدخول ديال المدرسه. فتقريبا جميع الاجهزه كاينين دابا حاليا وسميتو في السنه القادمه غادي نبداو فيها ان شاء الله كمدرسه جديده. وهذا الفضل كيرجع لرئاسه الجامعه كما قلت لكم بفضل رئيس الجامعه اللي ملي جا واكبنا على ود هذه المؤسسه باش تبدا. والتكوينات اللي عندنا جديده هذا العام كاينين عندنا جوج تكوينات جداد من غير دوك اللي عندنا قدام، تكوين في الزراعه الطاقه الزراعيه وتكوين في التسيير وتكنولوجيا المياه.
وهما تكوينين جد متميزين ومطلوبين على الصعيد الجهوي والصعيد الوطني. فمرة أخرى كنهني جميع الطلبة والطالبات وكذلك الأساتذة والأطر الإدارية المدرسة العليا للتكنولوجيا بالفقيه بن صالح، وكنتمناو المزيد من التألق والانفتاح ديال هذه المدرسة على الصعيد المحلي الجهوي والوطني. وشكرا. étudiant à l'école supérieure de technologie de Fouquet Ben Salah, département de génie civil et mine, exactement filière de géométallurgie et géotechnique minière. Je suis heureux aujourd'hui, c'est une journée très spéciale, ces moments sont vraiment agréables, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais en même temps il y a une certaine tristesse parce que nous allons quitter ou bien séparer mes collègues après 2 ans de travail acharné, après beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Aujourd'hui nous sommes fiers d'être diplômés de l'école supérieure de technologie. Nous espérons, Inch'Allah, un avenir radieux et nous allons à un long parcours académique et professionnel, Inch'Allah. Alors, je remercie mes professeurs, les cadres pédagogiques, administratifs et académiques. Je remercie également tous les responsables d'être ici dans cet événement. Je remercie également les entreprises et les sociétés qui ont encadré nos stages, parce que les stages qui ont joué un rôle majeur dans cette expérience et cette formation. Et je remercie ma famille, mes amis, mes collègues et vous. انا فرحانه اليوم بزاف حيت مع اللي يقراو معايا في هذه لوكازيون زوينه. كنبغي نشكر البروف ديالنا مسيو غرمان، البروف ديالنا مسيو الدهبي على لا فورماسيون اللي داروا لينا، وانا فرحانه بزاف اليوم وشكرا لكم. انا مريم بروف، je suis étudiante en licence professionnelle sciences agronomiques. Donc كنشكر notre chef de filière monsieur Elboumi qui nous a donné l'occasion de faire la licence professionnelle. المهم حنا في حفل التخرج والحمد لله كلشي كان مزيان وكلشي فاز. كام ولا ديرنيا شكون غيكون فيها؟ فين الاولى؟ اسمي ديالي كامل بيبو معروف، حاصله على دبلوم الصناعه الغذائيه تقنيه. هذا العام ان شاء الله خديت دبلوم تقنيه متخصصه لا ليسونس بروفيسيونيل في لاغرونومي، الزراعه الفلاحيه سيونس اغرونومي. وكنشكر المدرسه ديالنا والمدير ديالنا على هذه المجهودات القيمه، وبالخصوص الوالدين ديالنا اللي سهروا على التعب ديالنا. والشكر الخاص للصحافه اللي حضرت معنا في هذا الحفل التخرج 2024. وشكرا، وكنبغي نشكر الاب ديالي على كل المجهودات طيله السنه وطيله الاعوام الفائته.
عليكم. انا ابو الفضل محمد ايتيديون ليسونس بروفيسيونيل جيني سيفيل. اليوم صراحه كان تنظيم في مستوى، كنشكروا الناس اللي وقفوا على هذا الشيء واللي نظموا هذا الشيء، لا على مستوى تنظيم حفل التخرج ولا على مستوى تنظيم المنظومه التعليميه على طيله السنه. كنشكروا جميع الاساتذه والمؤطرين اللي كانوا واقفين على هذا الشيء من الاول. كنا كنشوفوا هذا الشيء انهم كيحاولوا يقدموا احسن ما عندهم، كيحاولوا يخرجوا احسن نسخه منا. المهم انا خديت ليسونس بروفيسيونيل وغادي نمشي بحالي، ولكن غادي نبقى ديما نشكر هاد الناس اللي وقفوا معايا، لي فورماتور، الاداره كانت في المستوى، تنظيم رائع. تحتاج شي حاجه كتاخذها. لي بروف كانوا كيشرحوا دايرين بحال وليداتهم كيوجهونا. دونك انا كنشكر لي ستيف قايم صالح بزاف على هاد الفورماسيون اللي عطاتني، اللي انفيش بلي فورماسيون اي ميرسي. شوف السلام عليكم. انا نهيله بولحنا étudiante en deuxième année filière géométallurgie géotechnique minière. حنايا كوم étudiant كنشكروا بزاف لي بروف ديالنا، كنشكروا كاع الناس اللي عاونونا باش نوصلوا لهاد ليكول، حيت بصح استفدنا بزاف والفورماسيون اللي درنا هنايا كانت بارفي بور نو، وعمرنا ندموا على هاد لا فيليير ديالنا حيت كنبغيوها بزاف. وشكرا لي بروف ديالنا كاملين. شلباخ étudiante en géométallurgie géotechnique minière. اليوم نهار التخرج ديالنا وفرحانين بزاف بهاد لوكازيون، وكنشكروا لي بروف ديالنا ولي كادر ديالنا وسورتو لو بروف مسيو كيبي اللي هو اللي كان دار هاد لافيليير، وكنشكروه بزاف. وحنا فخورين حيت حنا اول برومو من هاد لافيليير ومنبغيو نكملوا فيها، وكنشكروا عاوتاني لي بروف اللي حبونا في هاد لافيليير. والآن مع فاصل موسيقي لغاية هنا. احنا فخورين اولا بهذه المدرسه العليا للتكنولوجيا اللي صراحه دارت هنا في الفقيه بن صالح، ووليداتنا هما استافدوا، يعني كان يعني قربوا المستويات الدراسيه هنا في الفقيه بن صالح، والحمد لله على المجهودات التي تقوم بها الاداره ديال لو اس تي
والمزيد من التالق اللي نجحوا ان شاء الله، اللي خداو لا ليسونس، اللي خداو لي ديبلوم ديال التقنيين. تنشكروا جميع الصاهرين على هذا الفضاء هذا ديال لو اس تي، من المديرين، من المسؤولين، من اساتذه، من مؤطرين، من الاداره كذلك. وهنيئا للبنيه ديالي على التتويج ديالها اليوم ك خدات لا ليسونس في البحث الزراعي. تنتمنى لها التوفيق، تنتمنى لجميع المتفوقين التوفيق، وشكرا على الاستجابه، وشكرا لكم كصحافه اللي كتواكبوا هذه الاعمال هذه، وشكرا بزاف للصحافه المحليه.